السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله وعلى جميع الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد العصير بدون الحليب وبدون مشتقات الحليب. المكونات بساط وكيجي عصير زوين ولذيذ في نفس الوقت وصحي. غادي نحتاجو فيه هاد المكونات. غادي نحتاجو جوج لافوكات ولتر ديال الماء وواحد المعلقه ديال العسل. غادي نحتاجو واحد الكاس ديال الضراب الكهربائي. غادي نحتاجو هاد لافوكا دابا. غادي نحتاجو هاد الكاس. غادي نديرو فيه هاد لافوكا. بسم الله. بعد ما نقيت لافوكا درتها في هاد الكاس، غادي نحتاجو واحد الكاس ديال الماء. كنحتاجو هاد الماء كنطحنو فيه هاد العصير هكا بدون اضافه العسل في هذا العصير. بالنسبه اللي عنده شي مشاكل صحيه، الله يشافي الجميع، هذا العصير كنطحنوه بهذه الطريقه راه كيجي زوين. دابا غادي نطحنوه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. بعد ما طحنت هذا العصير غنديرو في واحد الكاس هكا. راه كيجي خاطر، راه ما ضفتش كلشي ديك لتر ديال الماء، لتر الا ربع ديال الماء، وكيجي خطر. دابا هاد الكاس بجوج مكونات راه كيجي بهاد الطريقه زوين وصحي وغني بالفيتامينات. دابا غادي نضيف هاد العصير. اما نضيفو ليه جوج معالق السكر. اللي عنده الاطفال الصغار ما كيشربوش بهاد الطريقه، كنضيفو ليه جوج معالق ديال السكر ولا جوج معالق ديال العسل، ولا كنديرو ليه 7 التمرات بعد ما حيدنا ديك العظم ديال التمر، 7 ولا 5. دابا غادي نطحنو. بسم الله. بعد ما طحنت هاد العصير باضافه التمر، دابا غادي نديرو في هاد الكاس. راه كيجي زوين وهذا كيجي حلو شويه. وكيجي عصير زوين ولذيذ وصحي. هذا بجوج مكونات، هذا بثلاثه المكونات. دابا غادي ناخدو هاد طريقه اخرى. بسم الله. هاد فتحتها. كناخدو هاد لافوكا كنديرو ليه هاد الطريقه. اللي بغا ياكلها هكا طريه بلا عصير، اما يدير هاد العصير الحامض هكا، شويه د العصير الحامض ولا شويه د مندالين. هذا مندالين الصغير يدير ليه شويه هكا. يتناول بهاد الطريقه. راه كتجي بهاد الطريقه زوينه وطبيعيه حتى هي. اللي كيشوف الفيديو ما ينسى الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد، وما تنسوش تشجيعاتكم الفيديو. دمتم في امان الله وحفظه.